اليوم الغوصات نتاعنا ملاوي تونسيه بالماء والملح والسميد الابيض هكا هو. هذه حطيت على الكيلو ونص حفنه كما تشوفوا فيها ملح صغيره، وباش نخلطها بالماء. الماء قديته ملذذ، نعجن ونزيد الماء، مش نحط الماء كميه كبيره ومن بعد نحل فيها. ما يتعجنش طريه ملاوينا، تعجن يابسه شويه وتتحرك برشا برشا وترتاح برشا. المره الاولى نلمها بالكدا، نحاول باش نعركها شويه لانها كيفاش بدات تتلم ومش يابسه برشا. ندهنها بشويه زيت ونخليها ترتاح تسويتين من زمان. هنا هي وتغطي. الملاوي يصير تحت تو باش نعركها. لا نعركها كيما عباره تعرك ورقه البقلاوه ديجا بالراحه بركه، ما تعركتش رينا اغسل. قد ما تهلها قد ما تمشي معاك، يلزمها ترتاح. قسموها قرص، ثم قصيتهم وكعبرتهم دهنتهم زاده بالزيت. اول حاجه نعملها ندهن البلانش نتاعي اللي بالزيت باش تزلق باش تمشي ما تحليش. هنا كيفاش تجي يغسل هنا. بعد نحطوا لها شويه زيت زيتونه وتطويها كيما هكا وتخليها ترتاح باش تحل اللي قبلها اللي هي ريتوها كيفاش تطيب بيضه ما تطيبش محروقه. ونحط لها طريف عسل مغرفه هكا عسل مع التمر تكفي. نحط لها شويه زبده باش نزيدها طرف زيت زيتونه كهو، هي ديجا مخدومه بالزيت زيتون. تحب تحط فيك يا كيما تحب انت، هي هكا زيت زيتونه تمر وعسل ولا سكر ولا هذيك. تشرب ذوقه.